السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بجميع التيمز المشاركة في المسابقة دي مسابقة دعم مشاريع تخرج كي ان اكس اللي بتقدمها قناة شير نوليدج بالتعاون مع التيك بوكس كي ان اكس تريننج سنتر. دعم مشاريع التخرج السنة دي اللي هي سنة 2023. المسابقة بتاعتنا الهدف منها اختيار عدد 2 تيمز لتقديم دعم عن طريق المتابعة معاهم خطوة بخطوة لحد مناقشة مشروع التخرج والعمل على إعداد الكتاب. الدعم ده هيتم عن طريق تقديم كورس دراسة مشاريع بشكل مجاني وتنفيذ الكورس المجاني على المشروع السكني أو التجاري أو الإداري اللي التو تيمز الفائزين هيختاروه، بحيث إننا نعمل مشروع كامل يأهل التو تيمز الفائزين إنهم يكونوا جاهزين لمجال العمل وعندهم الوعي الكامل بالمجال وربطه مع الأنظمة الأخرى زي أنظمة الساوند، أنظمة البي ام اس، أنظمة اللايتنج، أنظمة الاتش فاك، أنظمة الانتركم إلى آخره. شروط المسابقة سريعا: التيم ليدر أو أي فرد بديل من المشروع له حق التحدث وتقديم مقترح المشروع والباوربوينت. مدة العرض لكل تيم هتكون بحد أقصى 15 دقيقة. لو التيم كله هيكون حاضر رجاء اللي هيتكلم هو شخص واحد فقط. المقابلة الشخصية دي قصدنا إننا نعملها أونلاين بحيث إن الجميع ممكن يستفيد من بعض والكل يكون عارف إيه هي المشاريع التخرج اللي بتقدمها الجامعات الأخرى، وطبعا يكون اختيار التو تيمز الفائزين أمام الجميع بمنتهى الحياد. اول حاجه يا باشمهندس، انا كنت عرفت حضرتك ان احنا المشروع اصلا بدايته من الترم الثاني، بس احنا كنا محضرين على اساس ان احنا الدعم ده على مدار السنه. فانا دلوقتي بستاذن حضرتك بس ان انا ابدا البرزنتيشن يعني. لا تمام، مفيش أي مشكلة، اتفضل ابدأ. يعني هو قصة الترم التاني تقريبا هي كل الجامعات أو كل التيمز اللي معانا كهربا باور، فكل اللي حصل معاهم إن مفيش حد تقريبا هيعرف يبدأ الترم الأولاني غير مثلا جزء الدوكيومنتيشن البسيط في الكينكس، اللي هو مثلا يجمع الديفايسز، يجمع مثلا الداتا شيتس اللي هو هيستخدمها وهكذا يعني. فتقريبا كل الجامعات على نفس هذا المنوال. يعني كان في الأول جامعة القاهرة كانت معانا، بس الكلام ده كان من حوالي، يعني من اول ما عملنا قصة الجروب، فهم اعتذروا ان هم مش عارفوا يبداوا الترم الاولاني. فمش عارف بقى القصة معاهم ممكن تمشي ازاي، هل هم اصلا مش هيكملوا كي ان اكس ولا لا. هم اعتذروا اصلا عن قصة الانترفيو ده من قبل ما المواعيد تتحدد يعني. فاتفضل ابدا، مفيش اي مشكلة. تمام. اول حاجه انا تيم احمد عامر، تيم جامعه المنوفيه. معايا صاحبي دلوقتي هو اللي بيشير السكرين، واحمد ابراهيم الجمسي. تمام. احنا المشروع هنتكلم في نقطتين يعني. عموما هو عشان ما اطولش على حضراتكم يعني. بص، خد هو وقتك، مفيش نقطتين. ادنى النقطة الأول مشكلة. هو المشروع بتاعنا عبارة عن خد وقتك على الاخر، انت كده كده يعني معاك 15 دقيقة براحتك، فخد وقتك. يعني اللي انت عايز، كل اللي انت عايز تقوله قوله. انا قاعد بستمعك، انا قاعد بسمع معاك، فمفيش اي مشكلة يعني. تمام. هي الفكرة بس على أساس إن إحنا أصلا هنبدأ في الترم التاني، فإحنا على يعني زي ما تقول كده إحنا أصلا مكلمين الدكتور اللي إحنا معاه. إحنا مرتبين التيم ومكلمين الدكتور. وهي الفكرة عبارة عن جراند هوتيل، وهو الفكرة كلها عبارة عن هنعمل أعمال ديستريبيوشن لفندق، بالإضافة للكي إن إكس. يعني إحنا هندخل معانا الكي إن إكس كجزء من ضمن نظام من ضمن الأنظمة اللي معانا. ف ليه بنستخدمه؟ علشان اول حاجه السيفتي والسكيورتي الريليابيليتي بتاعته. آه، ولانه بدا ينتشر الفتره اللي فاتت دي كلها، فاحنا بدانا نستخدمه وبدانا نشوفه يعني. عموما ايوه كده. دلوقتي ان انا بقدر ادمج الانظمه دي مع بعضها. عاوز الفكره في الكي ان اكس عموما ان انا اقدر ادمج الانظمه مع بعضها. بيوفر السيفتي، بيوفر السكيورتي، بيوفر الريليابيليتي. بقدر استخدمه في اني اتحكم في الاضاءه. بقدر استخدمه في الفان كويل يونت. بقدر استخدمه في احمال اجهزه التكييف. بقدر اربطه بالبي ام اس. البي ام اس اللي هو البيلدينج مانجمنت سيستم، اللي هو بقدر بعمل بيه
تحكم شامل بالكهرباء او بالميكانيكا عموما. آه، ممكن تقدم يا احمد؟ تمام. بقدر اتحكم فيه في اللايتنج، في الاتش باك، البلايند شاتر كنترول، السكيورتي، السيفتي. الابلكيشن اللي انا هستخدمه، الكومبوننت نفسها بتاعته هي عباره عن الباور سبلاي، الباسز، السنسور، الاكتويتور، الكيباد. الاكتويتور بوصل عليها احمال بتتحكم، زي ازود الاضاءه واقللها، او اتحكم في الستاير عموما. آه، اقدم كده كمان. قلنا ليه بستخدم الكي ان اكس؟ عشان الكفاءة، الايزي اوف يوز، اللي انا بقدر ان انا على مبرمجة واحدة ان انا اقدر اوصل الاجهزة دي بعضها، بدل ما تبقى لينيات على يعني مثلا لو في غرفة فيها اضاءة فيها اكتر من كشاف او حاجة، فبحتاج اكتر من لينيا مع توصيلات مختلفة. لا، الفكرة ان انا بجيب مبرمجة او كنترولر بقدر اوصل بيه الاجهزة مع بعضها، اوصل الاجهزة دي بجهاز كي ان اكس، وابدا باستخدام البرمجة عموما، اقدر اتحكم فيها، يعني على اساس ان انا محتاج من كل جهاز ده ايه بالظبط، محتاج منه ايه، محتاج يعمل ايه. اللي احنا محتاجينه عموما في الكي ان اكس، expected sessions يعني للكي ان اكس، محتاجين يبقى في جايد لاين مرجعيه لينا، مثلا لان الكي ان اكس عندنا اصلا في الكليه حاجه، يعني احنا يعتبر اول ناس هنعمل كي ان اكس، اللي عندنا معمل، يعني ما حدش عندنا بدأ في الموضوع ده قبل كده. فاغلب المشاريع عندنا مثلا ديستريبيوشن، فالديستريبيوشن قائم باعماله كامله، ما بيدخلش معاه الكي ان اكس. فاحنا كنا عاوزين ازاي نربط الكي ان اكس بالانظمه التانيه، او محتاجين حد يبقى جايد لاين لينا بس، يبقى مرشد لينا بس.